كلنا نحب الرز البسمتي اللي له رائحة طيبة يسمى العنبر، حبة طويلة ونثري. ايش رايكم اشرح لكم اليوم كيف نسوي رز بطريقة سهلة وبسيطة مرة وتطلعون بنتائج رهيبة. وراح نقدم مع هذا الرز الابيض شيء له نكهة كثيرة وقوية. راح نسوي وصفة البونة قشت من المطبخ الهندي، لحم مع مرقة خاثرة بشكل وطعم لذيذ مرة. تابعوا معنا تفاصيل. حياكم. نستخدم للحم قدر ضغط مناسب جدا لهذه الوصفة. نشوح البصل بزيت كمية وافرة وبحرارة عالية مرة. نضيف البهارات الصحيحة. كشنا البصل زين نضيف اللحم ونكشنه مع البصل. كشنا اللحم زين نضيف البهارات والملح وزنجبيل وثوم. نضيف ماء بس شوي ما هو كثير مرة. خل اللحم تقريبا 20 دقيقة بعد ما يضغط الجبن. هذا رز العائلة المعروف العنبر اللي رائحة طيبة وطويل الحبة بسمتي أبيض اللي له جمهور كثير والناس تحبه. وهذا رز العائلة المدعم، هو هذا نفس هذا بالضبط إلا جزء بسيط مدعم بالفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها جسم الإنسان. فيتامينات بي 6 و12 وحمض الفوليك والزنك والحديد. بغسل الرز بنقعد تقريبا 10 دقائق نغسله زين مرة. هذا رز العائلة. نشرح لكم اليوم كيف نسوي الرز الأبيض النثري واللي حبته طويلة. أبي رائحة الرز الطيبة ولونه الأبيض، فبكشن تكشينة بسيطة بدون بهارات مطحونة، شوي زيت، وبكشن البصل على حرارة تقريبا متوسطة مع بهارات صحيحة، ورق غار، هيل وقرفة وقرب. البصل مع البهارات بحرارة هادية. بنضيف الماء وبخليه يطبخ مع البصل والبهارات قبل إضافة الرز. ليش هذه الطريقة؟ أبغى المرق هذا ياخذ النكهة حقت البصل والبهارات الصحيحة، بعدين بشيل البصل عشان ناخذ رز نثري يحبه قلبك وفيه نكهة البصل والبهارات الصحيحة. اللي يطبخ كذا 15 دقيقة. لحم 20 دقيقة بنفتح قدر الضغط. شوفوا ما شاء الله تبارك الله اللحم. بضيف الحين الزبادي، كزبرة والنعناع، سكر قدر الضغط واطبخه 5 دقائق. في مرق الرز من البصل والبهارات الصحيحة. من الملح واضفنا زيت زيادة. نضيف الحين الرز على حرارة عالية بنطبخ الرز. نضيف الفلفل للنكهة. في الأخير بنضيف الجرام مسالة. نقلب شوي كم دقيقة ويصير جاهز. خليه على أعلى حرارة لين يشرب كل الماء. بعد ما شرب الرز كل الماء على حرارة عالية، الحين بسكر الغطاء وهدي النار مرة 10 دقائق. أضفت على الغطاء هذه الفوطة عشان تسحب البخار ما يرجع ويصير الرز معجن. شوف البخار كيف يصعد علشان ما يرجع للرز ويتعجن. سلام. اللي يحب اللحم المبهر واللي له نكهات كثيرة لا تفوتوا هذه الوصفة. شلت جزء كبير من الدهن مع المرق اللي صاير متخثر واللحم مستوي ومحافظ على شكله. هذه حبة رز العائلة المدعم وهذه وصفتنا جاهزة. ما شاء الله تبارك الله. العافية علينا وعليكم.